مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصيد. الفيديو ده ردا على المتابع اللي سأل السؤال اللي انت شايفه قدام حضرتك ده، ازاي اركب الشامبر في البستم. ادي البستم بتاعنا ليه 3 حواري: حارة الزيت، حارة الكبس، حارة الكبس الحريق، حارة الكبس اسف الزيت، الحريق، الكبس. الزيت ده اللي بيغلي الزيت في الشميز اثناء البستم طالع نازل. الحريق ده اللي بيستحمل النار وما يخليش البستم يحصل له اي مشكله ولا يتسلخ الشمايز. الكبس ده اللي عليه المهام كلها، ان الشوط بيكتمل طالع نازل من حركه رده الفعل بتاع الكبس. هنركب مع بعض الشنابر. ادي شمبر الزيت بنفس الشكل اللي حضرتك شايفه. اهم حاجه البدايه والنهايه يسلموا على بعض بالشكل ده. بعد كده شمبرين صغيرين، ناس بتسميهم شمبر، ناس بتسميهم لينة، ناس بتسميهم زنبلك، على حسب المسمى بتاع بلدك. واحد تحت واحد فوق. تتأكد ان الشمبر بات في مكانه. نفس الشكل. الشمبر طول ما لف معاك سلس كده يبقى راكب في مكانه مظبوط. تمام. نيجي للباشا الكبير ده اللي الناس كتير بتخاف من تركيبه عشان سهل انه يتقطم. اهم حاجة العلامة بتاعته بتاعت الشمبر تبقى فوق، ما تبقاش تحت. تحت يبقى مقلوب، اهم حاجة تبقى فوق. تاخد الطرف بالشكل ده تبيته بنفس النظام. لو حبيت تركب بالشكل ده وفتحت عكس بعضه ممكن من السهل القوي تقطمه، لكن الفردة بالشكل ده بكل سلاسة مفيش اي مشاكل حصلت. نفس القصة الكبس. هذه العلامة. كده انا ركبت الشمبر جوه البستم. لما نيجي نركب البستم في الشميز، الشمبر ليه تقسيمة. الشمبر الكبس والحريق ليه تقسيمة. اهم حاجة الفتحة تبقى بعيد عن البنز. الفتحة دي تبقى بعيد عن البنز، لان الفتحة دي لو جات قصاد البنز من السهل خالص ان العربية تنفخ بخارة من طبة الزيت. لازم الفتحة تبقى هنا. ونفس القصة الشمبر الناحية التانية يبقى عكس بعض، ما يبقوش قصاد بعض. الشمبرين ما يبقوش قصاد بعض، وفي نفس الوقت الفتحة ما تبقاش قصاد البنز، عشان خاطر تضمن ان الشمبر يبقى عمره اطول فترة ممكنة. تمام. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.